النهارده بقى هنعمل مع بعض التورته الحلوه دي، ترندي عيد الميلاد، سهله وبسيطه بكل تكاتها. بس ما تنسوش تحطولي لايك وكومنت، ولو لسه مشتركتيش في القناه تشتركي. اولا انا هنا بعمل مقدار الضعف اللي انا هقولك عليه، يعني الكميه هنا مضاعفه لان انا هعمل قالبين. انا هستخدم ايه في القالب او المقدار الواحد؟ 6 بيضات، عليهم نص معلقة من الفانيليا السايلة او الفانيليا البودر، وعليهم نص كوباية من المية، نص كيلو دقيق اسبونج سواء فانيليا او شوكولاتة. ده مقدار الكيك اللي هو 24 مقاس 24، معاكي ياخد لحد 26. بس طبعا كل ما بتزودي الحجم بتاع القالب كل ما الطبقات بتقل معاكي. هنا كده انا هقلبه كويس جدا عشان خاطر الدقيق يمتزج بالسوائل، مبقاش فيه اي تكتلات من تحت. ولازم مضرب كهرباء او عجان، لازم في الوصفة دي. طبعا انا كنت عملت معاكم قبل كده الدقيق الاسبونج البيتي، لو عايزين طريقته هنزلها لكم بالتفصيل، وهينجح معاكي من اول مرة لو مشيت على الخطوات اللي هقولك عليه. طبعا لو انتوا حابين اكتبولي في الكومنتات. هنا انا هفضل اضرب فيه مش اقل من 10 دقايق لحد ما لونه يفتح. هعيد معاكم المكونات سريعا. معايا 6 بيضات، نص كوبايه من الميه، نص معلقه من الفانيليا، نص كيلو دقيق اسبونج جاهز سواء فانيليا او شوكولاته. طبعا انا مش هحط اي محسنات، مش هحط اي اضافات تانية لان هو جاي عليه المحسنات بتاعته يعني والاضافات بتاعته كلها. كده بعد ما اتضرب معايا لونه فتح خالص، هبتدي اجيب مقاس الصينية مقاس 24، هبتدي احط فيها وهخبطها كده، ومثلا مقاس اكبر شوية هبتدي اخبطها كده كويس عشان اي فقاعات او اي هوا يطلع. وبحاول بخليط سنان كده اروح جاية مطلعة الفراغات اللي فيه، واكون مسخنة الفرن مسبقا على درجة حرارة 180. هياخد في الفرن حوالي ساعة الا ربع، من 40 للدقيقة ل45 دقيقة. طبعا هتختبريه بخلة سنان. طلعت الخلة نضيفة هتبقى تمام معاكي، مفيش يبقى كده استوت. طلعت لسه فيها سوائل يبقى لسه عايز شوية، زودي 5 دقايق كمان، ب5 دقايق لحد ما يستوي معاكي. هنا انا هبتدي اجهز الكريم شانتيه بتاعي. هي تورتتنا سهلة بسيطة. وكمان هقولك على شوية تركات فيها في الكريمة وازاي تظبطي اللون بتاعها. ده كان بعد ما خرج، وسبتها لتاني يوم كمان ترتاح معايا عشان اعرف اقطعها وتبقى حلوة معايا ما تتهريش. شايفين هي اسفنجية ازاي؟ انا مش هسقيها لان هي مش محتاجة اصلا. الكريمة انا جهزتها ازاي؟ جهزتها ربع كيلو، بحط عليه 3/4 سكر عادي، مش شرط لو ما عندكيش بودر، تقدري تحطي سكر عادي وتضربيه زي ما شفتيني كده في الاول بالميه لحد ما يدوب. وتبداي تضيفي عليه الكريمه بتاعتي، ربع كيلو من الكريم شانتيه. يكون خامه كويسه ويرمي معاكي، وتكوني يعني مجرباه قبل كده، لان في خامات في السوق مش حلوه خالص وبتمط كده مش حلو. انا مستخدمه ريتش المتحده. وكمان هحط عليه يعني 3/4 كوباية من السكر، عليهم كوبايتين من المية، عليهم ربع كيلو من الكريم شانتيه. كده دي مكونات الكيك. ال الكريمة بتاعتي هتبقى متماسكة وناعمة جدا 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 يعني. في بقى هنا هاخد معلقتين كده، انا حسيت ان هي تخين كتير شوية فهشيل منها مع زي معلقة. هاخد معلقتين وهبتدي اعمل اللون بتاعي. هعمله بلون ايه؟ عايزاه يبقى كحلي، هحط ازرق، ويكون يا ريت يكون ازرق غامق، بس اللي كان عندي كان فاتح فزودت من الاسمر. يعني هتحطي اسمر على اسود، يعني على ازرق يكون غامق ما يكونش فاتح. لو فاتح هتزودي سنه من الاسمر لحد ما يظبط معاكي. طبعا هتعمليه وتركنيه شويه هيبقى معاكي باللون اللي انت هتشوفيه معايا ده. كده انا ابتديت ادرج اللون واحده واحده. بقى في الاول بحط نقطه بنقطه لحد لما يظبط معايا، بسيبه شويه بيبتدي يغمق معايا زي ما انت شفتيه كده معايا. يغمق معايا ووصل للدرجه اللي انا عايزاها. تمام. هبتدي كده احشي الكيك بتاعي. انا قلتلك انا مش هسقيه.
هبتدي كده احط الكريمة. طبعا الاسهل ليكي تحطيه عشان توزعيها حلو يعني بالتساوي. الاسهل ليكي ان انتي تحطيه في كيس حلواني تبداي توزعي بيه. طبعا لو ما عندكيش او هتستخدمي في حاجات تانية فطبعا تقدري تحطي بالمعلقة وتوزعي بالاسبتيولا او باي معلقة عندك. يعني مش شرط يكون عندك ادوات عشان تطلعي حاجة يعني بروفيشنال وكده. ممكن هقولك على البدايل اللي انا استخدمتها، اقولك تستخدمي ايه لو انتي ما عندكيش الادوات اللي انا بستخدمها. طبعا انا الادوات بتاعتي يعني بدائيه جدا، يعني لسه ما جبتش الادوات الاساسيه، فبحاول اطلع بقدر الامكان تكون حاجه كويسه جدا وشكلها حلو واحترافي. كده انا ابتديت احط الطبقات بتاعتي. طبقه الكيك انا عملت 5 طبقات من الكيك. هبتدي كده اوزع زي ما انتم شايفين الكيكه كلها. كراس يعني عامل شغل جامد زي ما انتم سامعين. هو تعبان شويه للتداول ربنا يشفيه. كده انا وزعت طبقات الكيك بتاعتي، وهبتدي دلوقتي دي اخر طبقه. اخر طبقه دي انا بحاول اخليها اللي في النص. ليه؟ عشان تطلع الكيك من فوق يكون حلو يعني متساوي، والطبقه اللي تحت بتبقى في القاعده او اللي فوق بدخلهم في النص او من تحت وبقلبها. يعني اول طبقة فوق دي بحطها مقلوبة من تحت، من قاعدة التورتة من تحت. وبعد كده اللي هي بتبقى الكيكة اللي في الصينية من تحت، الطبقة اللي تحت بحطها في النص، والطبقة اللي في النص بطلعها فوق عشان الكيك يبقى متساوي معايا بقدر الامكان. كده انا ابتديت اوزع زي ما انتم شايفين، وعندي كمان بحاول اساوي الكيكه. طبعا انتي ما عندكيش الاداه دي تقدري تعملي بمسطره تكون جايباها مخصصها للكيك. يعني تجيبي مسطره من اللي هي العريضه بتاعه المدرسه العاديه من اي مكتبه وتقدري تعملي بيها. ما عندكيش او مش هتقدري تجيبي، تقدري عندك غطا مدور تقدري تقطعيه، غطا بلاستيك مدور تقدري تقطعيه من النص وتستخدميها عادي جدا. وطبعا تجلسي الكيك كويس بتاعك، يعني تحاولي لو في فراغات تزودي وبعد كده ترجعي تشيلي الزيادات. وبميه كده تكون جنبك تحطي فيها الاداة اللي انتي بتعملي بيها تجلسي بيها وتمسحي عشان على قدر الامكان يطلع متساوي. هبتدي هنا كده بالقمع اللي هو بتاع الكتابة. لو ما عندكيش قمع الكتابة تقدري تجيبي كيس حلواني وتبداي تقطعي منه بوزو، يعني يبقى بوز صغنن خالص كده وتقدري تكتبي بيه عادي جدا. هنا بعد ما كتبت طبعا في زيادات وبحاول اجمل الشكل بتاعها على قد ما اقدر، عشان انا اول مره اكتب على كيك بالطريقه ديت بالكريم شانتيه، فبحاول ان انا اجملها واشيل الزيادات اللي فيها بالخلة السنان. وهبتدي كده زي ما انتم شايفين هبتدي اعيد عليها تاني عشان تطلع الشكل بتاعها، وهبتدي برضو اشيل الزيادات واحاول اظبط فيها. طبعا مع الاستمرارية هيطلع شكل في منتهى الروعة. هبتدي بقى اتعلم الكتابة عليها كويس، وهبتدي مع الاستمرارية هيطلع الشكل احسن. فطبعا اللي حابب يطلب مني، انا من طنطا، اللي حابب يطلب مني هسيب لكم الاكونت بتاع الفيس، صفحة الفيس، اللينك بتاع الصفحة. تقدروا تخشوا وتسألوا على الأسعار، هرد عليه. كده أنا ابتديت كتبت، وبعد ما حاولت أظبط بقدر الإمكان، هي طبعا عجبتها جدا جدا يعني، وهي أكيد هتقول رأيها في الكومنتات. هنا كده هبتدي أعمل قلوب. طبعا الكيكة اللي هي كانت بعتها لي كانت القلوب بتاعتها مش كتير، بس أنا حبيت أوجب معاها وعملت لها قلوب كتير جدا غطت الكيك من بره. وهي فرحت بيها جدا. فالقلوب دي سهلة بالقمع ده، او حتى بالكيس الحلواني حته صغنونه خالص كده، وتبدأي تشكلي بيها او تكتبي بيها، تعملي قلب كده زي ما انتم شايفين. سهله وبسيطه جدا، ومن اول مره هتبقي محترفه فيها. طبعا هنا كده الكيس الحلواني. لو ما عندكيش كيس حلواني تقدري تستخدمي كيس من اللي هو بتاع كيس التلاجة اللي هي اللبن. هنا كده جبت القمع بتاع البيدي فور، او قمع يكون صغير كده شكل نجمة، وتبدأي تعملي بيه الروزتات بتاعتك. هنا كده انا كنت سبتها، بعديها هسيبها شوية في التلاجة على ما اعمل الفيونكات، وكنت بشوف ابني برضو فعشان كده سبتها وقت شوية. وهبتدي اعمل من فوق قلوب، يعني حسيت ان الشكل لسه محتاج من فوق شوية،
متبقاش بيضة قوي كده ومحتاجة حاجات. فهبتدي احط لها قلوب زي ما انتوا هتشوفوا كده. هزود لها قلوب عشان تدي الشكل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر وفي اول الفيديو اللي انا نزلته في اول فيديو او البداية بتاعت الفيديو. هيبقى ده الشكل بتاعها. طبعا هي كانت بعتالي نفس الصورة وانا عملتها بامانة زيها، بس الاختلاف طبعا الكتابة. يعني الكتابة انا مش بروفيشنال فيها، بس مع الوقت ان شاء الله هتظبط معايا. كده انا زودت القلوب. هبتدي بقى اعمل معاكم الفيونكة بطريقة سهلة وبسيطة، وانا هبطأ التصوير فيها او الفيديو مش هسرعه فيها عشان تشوفوا انا بعملها ازاي. طريقتها سهلة. هعمل ايه؟ هجيب اي شريط ستان اللون اللي انت حباه. هبتدي اجيب طرفين كده على بعض واخد من النص كده احط، وبعد كده هبتدي بقى اجيب طرف من الاتنين وهروح جايباه لقدام واخده ادخله ما بين الاتنين زي ما انتم شايفين كده. الصورة موضحة نفسها، يعني انا مش عارفة اشرحها كويس وهوريها لكم مرة تانية. بس زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي احط 2 صباع كده واروح جاية شادة لفوق ومشدة الخيط من تحت اللي انا دخلته في قلب الفيونكة. هوريها لكم ازاي انا هعملها تاني. زي ما انتم شايفين كده بظبطها، شكلها حلو قوي وطريقتها سهلة جدا. ركزي بس معايا في الفيديو. هبتدي كده اجيب طرفين كده، وهبتدي بقى اروح جايبة الجزء اللي في النص ده تانية على الطرفين، وهجيب طرف من الاتنين ادخله كده في قلب التانية عشان اعرف اعقدها. بس هحط صباعي كده زي ما انتم شايفين في قلب الفيونكة الاتنين، واروح جاية شدة الطرف اللي انتوا شايفيه هتشوفوه هيطلع ده الطرف بتاعها. هتظبط معاكي وهتبقى في منتهى الروعة. طبعا في طرق كتير بس بحس ان ده اسهلهم واحلاهم يعني. هبتدي اشد كده واظبط، فبتبقى عاملة شكل فيونكة حلو قوي. فكده هبتدي بقى ايه احطها على التورتة، وهي مش محتاجة اي شغل لان الكريمة هتمسك في الستان على طول كده. كان خلصت معايا، شكلها في منتهى الروعة وعجبت صاحبتها جدا، وهي اكيد هتقول لكم رأيها في الكومنتات. كده وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسنيش في لايك وكومنت حلو منك واشتراك لو لسه مشتركتيش. باي باي.